السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي كل متابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة قلنا ننزل رحلة للنيل، رحلة بسيطة أنا وعبده حفيد أختي. قلت ياخدي ونسني شوية ونتمشى ونشم هوا أحسن من الحبسة في البيوت. الدنيا حر، نخرج للنيل بالهوا الطلق والجو المنعش هناك، ونشوف الناس الحلوة ونشوف ناس مصر الطيبين. أتمنى أن انتوا تستمتعوا معايا بالرحلة النيلية الجميلة دي، ويا رب أكون عند حسن ظنكم وتستمتعوا معايا بكل فلوج بقدمه ليكم. دلوقتي أنا جايبة منظر اللي هي المراكب الصغيرة، مزوقينها بالإنارة جميلة طبعا، منظر جميل. النيل بصراحة يعني ساحر سواء بالليل. ايه عبدو، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه رأيك؟ حلو الهوا هنا؟ حلو النيل. انت اللي جميل يا عبدو. شكرا. احلى فسحة في نظرك ايه؟ عند النيل ولا في النادي ولا في اي حديقة؟ اي مكان حلو. اي مكان حلو. يعني انت كل مكان في مصر بيعجبك يعني؟ عشان انت حلو من جواك يا عبدو، شايف الدنيا كلها حلوة بلدك. ماشي يا عبدو، عايز تركب الباخرة؟ تركب الباخرة لوحدنا؟ لا، نركب مع الناس. مع الناس. ماشي. بس ما قلتش كلمة للمتابعين، قول لهم ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ انا دايما لازم اسلم عليهم واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبابي وكل متابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا على النيل والمراكب والسفن. المنظر رائع. هننزل دلوقتي وهنركب ان شاء الله، وهتمنى لكم رحله ممتعه معانا ومشاهده طيبه. الاول طبعا هنحاول ان احنا هناكل، كنا جايبين معانا بقى اكل سخن، قلنا ناكل الاول نشرب الساقع ونشرب الحمص، وبعد كده هننزل. الناس واقفه منتظره اهي تحت اهو، كل واحد منتظر المركب توصل وهيركبوا ان شاء الله. المركب بتاخد ساعة 70 نفر. ادي منظر الكورنيش. احنا حاليا في منطقة يعتبر هو النيل ما بين الجيزة والمنيل، منطقة الجيزة والمنيل في القاهرة، من أروع الأماكن. كل اللي عايز يشم هوا أو يرفع نفسه شوية أو عروسة وعريس يجوا، إن في عروسة وعريس هيضربوا الصواريخ لدرجة إن أنا هتخض جامد من الصوت. هو المنظر بيبقى رائع، بس أنا بتخض من الأصوات اللي بتعمل زي القنبلة كده. كله بيجي بقى يتصور. في ممكن عروسة وعريس بيجوا عايزين يعملوا خطوبتهم حاجة على الضيق، بينزلوا يأجروا اللي هي المركب الصغيرة دي، بيبقى فيها الدي واللوند كهارب والأغاني، وغير طبعا المتعة بمنظر النيل، وبيستمتعوا بوقتهم وبيوفروا تمن تأجير قاعة في أي مكان آخر. المراكب ابتدت توصل كلها على الشاطئ عشان خاطر الناس المنتظرة، في اللي هي جاية فاضية. ناكل بقى دلوقتي كفتة حلوة الكفتة عبده، سخنة؟ سخنة وجميلة بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. كفتة طعمها لذيذ قوي. انت هتشرب اسمه ايه ده؟ البيبسي ده اسمه ايه؟ بيج. ده حجم البيج. شكلها عامل زي ازازة الدواء. بيج. لا انا بحب البيبسي بس بفضل الشويبس لذيذة قوي، اللي هو اليوسفي. اليوسفي جميلة قوي ولذيذة بصراحة، حلوة. جبتها معايا من السوبر ماركت وانا جاية،
هنشرب بقى حمص الشام من عند الراجل صاحب بقى الكراسي والترابيزات، واحنا قاعدين على النيل. القعده تحفه بصراحه. يلا بنشجع الناس كلها، نقول لهم اخرجوا وشموا الهواء النقي على النيل. بلدنا حلوه وهواها حلو جميل. اخرجوا واستمتعوا بوقتكم. اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. كل يا عبدو، كل يا عبدو، كل يا حبيبي، كل عشان الاكل يبقى سخن تاكله وهو سخن. سندوتشين كفته، كوبايتين حمص الشام، يعني بأقل التكاليف نقدر نرفع عن نفسنا. عربية حمص الشام وبصوا الصواريخ عمالة تفرقع في الجو طبعا، عشان العرايس بينزلوا على كورنيش النيل وبيضربوا الصواريخ احتفالا بالفرحة. ربنا يفرح كل الناس. والناس ماشية طبعا الرايح والجاي. وكان حظنا يعني حلو شوية ان الكورنيش كان رايق، ما كانش فيه زحام شديد. طبعا في المناسبات والأعياد بتبقى مش عارفين نلاقي حتة نبص منها على النيل، لو حبينا نبص من فوق على المراكب النيلية، وبتبقى زحمة قوي ومش لاقيين حتى كرسي نقعد عليه. انما النهارده بقى كانت الكراسي فاضية اهو بتاع. شكرا. حلو. الشطة ديت شطة صح؟ دي شطة؟ والله يا راجل ذوق يعني. جايب الكوباية هنا الازاز وحاططها في كوباية بلاستيك، ومعاه بقى نص ليمون اهو، والشاليمون اهو، والمعلقة اللي عايز يشرب بقى المية، اللي عايز ياكل حمص بمعلقة. احط الحاجة هنا؟ ماشي. دوق كده يا عبدو بقى وقول لي رأيك. خايفة هتلهزع. لزع؟ لا خد بق كده على خد ولا هي الشفاطة بتشفط على طول. دوق بالمعلقة الأول. حلو. بجد طعمه حلو. عارف لو دقته لقيت طعمه مش حلو أزعل منك. لا والله حلو. والملح بتاعه مظبوط. ايه ده ما بتشوطش؟ لا كانت محدودة بره. خارج الكوبايه بتاعتك اللي جوه. جايبها لي جاهزه بقى عشان اشرب وانا مستريحه. مش معليه شطه صح؟ هو مش حاطط، هو جاب لك عشان انت تحط. حط كده. طيب حط عندك انت الاول. نزل شطه. مش عارفه بقى الازازه بتفرجها الاول. هي شطه بالميه. يعني خدي قصدي تترجي كده عشان ممكن تكون الشطه يكون فيه رواسب، لازم نقلبها كويس. حلو الشطه حلو كده. بتنزل بقى كده. بتنزل اهي. ربنا يستر ما تكونش حاميه نار يعني. لا هي مش حاميه اصلا، انا عشان مش حاميه والله. انا هنا ايه ده؟ ايوه يا باشا، مسافر سعاده الباشا، والله العظيم منورين الدنيا. هنطلعك في دنيا حلوه. هنطلعونا في دنيا حلوه، هنطلع بعضنا في دنيا حلوه، وهنمشي في الحته ونروح في الحته باذن الله. هنشارك يا عم. هنشير والله، هنسيبها دولة باذن الله يا سعاده الباشا. 100 دولار بقى يا باشا، والله العظيم انا غلبان. عينينا ان شاء الله. والله بحبكم، والله جميله قوي. والله العظيم بعزكم. ربنا يخليك. والله انتوا ناس محترمه، والكشاف ده حلو، والتليفون ده حلو، والراجل ده حلو. ايوه والراجل ده حلو، والراجل ده حلو كمان. حلو اهو بيتكم اهو. وانتوا احلى ناس في مصر. والله العظيم يا باشا. ربنا يديك الصحه والعمر يا رب. لا جميله الفكره اللي انتوا عاملينها دي، والله تحفه. ملالين. بالاناره جميله قوي يعني. شكلها شيك. طبعا. شكلها جميل. طبعا. انت نفسك شيك ومحترم. ربنا يخليك يا بحب الفرفشه وبحب الضحك، وان شاء الله هنجح وابقى ممثل، عاوز ابقى ممثل ان شاء الله باذن الله تعالى. والله العظيم انا هتدخل ان شاء الله الشاشه المصريه وهقابلكم باذن الله يا اخوانا. ادعوا لي بس. يا ربنا يحقق امنيتك يا رب. مع الف سلامه. مع السلامه. مفيش 100 دولار بقى ان شاء الله باذن الله لما نقبض. حرق قوي بجد. والله انا قلت لك. ربنا يستر. انا هدوق اهو. ادوق ولا اشرب؟ دوقي. ده انا بقلد المسرحيه الله يرحمه. لا ادوق ولا اشرب يا رينا؟ حلو صح؟ لا مش زي بتاعنا برضه.
وبعدين دلع، انا عايزه ملح. اقول له هات حبه ملح. يا لهوي يا تيتا، لا ده حرق بوم. انت اكيد حطيت كتير. الله المنظر جميل. احساسك ايه بقى وانت بتشم الهوا كده واقف على النيل؟ حلو. حلو؟ مبسوط يعني؟ ماشي. ده انا الصبح لما نور كتب لي بيقول لي انا زعلان منك. طب زعلان مني ليه؟ انا بحسبك انت اللي كاتب لي كده. رجعت قلت لي لا ده نور اللي كاتب كده. قلت انا زعلته في حاجه؟ انا ما زعلتوش، انا هفسحك النهارده يا عبد. كأنك باصص من الفرندا. ها؟ باصص من الفرندا على النيل. اجيبكم انتوا الاتنين مع بعض كده. الشباب هناك بتسقف اهي. ما شاء الله السفينة دي اتملت صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي كل متابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا معانا في الرحلة الممتعة دي، الرحلة النيلية. أنا الظاهر كده إن أغلب الفلوجات والفيديوهات هتتصور في النيل، لأني بعشق النيل وكل حاجة فيه جميلة، ومصر كلها جميلة. مش عارفة والله، عايزة أتكلم. عندي شغل كتير وعندي حاجات كتير عايزة أتكلم فيها، بس بصراحة الواحد بيجي عند النيل بيتنح. بيبقى عايز يبص ويتأمل كده وبس، ونفسي في نفس الوقت يبقى شغل ورحلة للنيل زي ما عملتها قبل كده. جميل أوي أوي أوي. الله على منظر اللي هي البواخر الصغننة دي والسفن والقوارب جميلة جدا. اوعى تقع يا عم. تعالى من هنا، تعالى ثانية، تعالى ثانية ثانية. ابتدت اللي هي تمتلي شوية كده. ده شباب جايبين معاهم طبلة ولا ايه؟ مش عارفة هناك هنا. يشغل الاغاني ويعلي. يلا بس لما تتحرك ماشي يا عم. المنظر العربية دلوقتي شاب واقف اهو بتاع كده حلزونية دائرية فيها إنارة، من قدام الإنارة البيضاء ومن ورا الألوانات اللي هي الأخضر والأصفر والأحمر. هو بيوريني دلوقتي اهو الزراير اللي بيشغل منها. بيقول لي مكلفاه 700 جنيه. مش عارفه كده غاليه ولا رخيصه، انا اول مره اشوفها، بس هي عامه بيقولوا بتبقى موجوده في استوديوهات التصوير. والله برافو عليهم ان هم بيحاولوا يخترعوا اي حاجه يقدروا يتكسبوا منها احسن من قعدتهم من غير شغل. انا عماله بساله سعرها قد ايه وبتشتغل ازاي، وهو بيشرح لي ويوريني. ايوه هننزل دلوقتي بقى تحت ناخد المركب ونستمتع بقى مع الناس. ناس كتيرة بتيجي وناس بتمشي وكل اللي زهقان بقى بيجي يشم هوا في النيل. بس اليوم كان رايق قوي يعني.
هنشوف زحام في نهاية الفيديو. بس هم قاعدين في المركب متفرقين، تحس ان هم قليلين، انما في لحظة النزول بيتجمعوا بقى تحس بالزحام الأصلي. عبده مبسوط طبعا، منشكح على الآخر. منشكح انت يا عبد. طبعا عمال يخبط لي على السور الحديد وعامل لي ازعاج جامد، وانا عمال اقول له اسكت عشان الصوت ده ما يزعجش الناس اللي حوالينا. منظر الناس اهو. السلم بقى النزول صعب جدا، كنت خايفة قوي لحسن اقع ولا يحصل لي حاجة، لان انا عاملة عملية ممنوع من اي خبطة. المفروض ما احافظ على نفسي عشان العملية بتاعتي ما يحصلهاش حاجة. طبعا نزلت تاتا تاتا، يعني عبده مسك ايدي ونزلني بالراحة. ان السلالم يعني المفروض يبقى فيه تطوير شوية واهتمام بالمكان ده، لانه يعتبر دي سياحة داخلية وخارجية. يعني في أجانب ممكن يجوا وينزلوا، احنا كمصريين الناس بتيجي من المدن التانية، فدي اسمها السياحة الداخلية. لازم نهتم بالأماكن الأصيلة دي، الأماكن العتيقة اللي بقالها سنوات وسنوات، عشان ده مظهر ومنظر لينا. المراكب عجباني قوي بصراحة، أو منظر المركب مزوقينها طبعا بالإضاءة والأنوار، وكل ده طبعا بيجذب الناس والكل بيجي يستمتع. وسألت طبعا اللي هو صاحب المركب ازاي العروسة والعريس بيأجروا منهم. قال لي هي الساعة بتتأجر ب750 جنيه، وبتاخد يا دوبك 70 نفر مع العروسة والعريس. ولو في حد عايز يأجر عدد زيادة، يعني يجيب معازيم أكتر، بياخدوا يعني 200 نفر ياخدوا تلات مراكب من دول، يعني بحسبة 2225 2250 750 1500 يبقى 2250. ده يبقى المعازيم 200 نفر بس. الغالبية يعني اللي بيعملوها في مركب بتبقى العدد محدود يعني. اهو منها توفير، والناس يعني ما يبقاش في تكلفة جامدة اللي مش عايز يحجز في قاعة، وفي نفس الوقت بيخرجوا في جو نظيف ومنظر حلو وكل حاجة جاهزة، واليوم بيعدي والناس بتستمتع في نفس الوقت. طبعا لسه الناس بتتجمع، انا واقفة عمالة اصور منظر المركب من فوق، وهننزل نقعد. حتى قالوا لنا ممنوع التصوير. بعد ما قلت طيب، قلت لهم لا انا هنزل وهسترد فلوسي تاني، انا جاي هنا عشان اصور. لما لقوني بقى هاخد فلوس وهمشي قالوا لي لا صوري بس ما تركزيش على العائلات يعني. قلت لهم لا انا هصور، انا عايزه منظر النيل بس، وهصور عبده. طبعا مش هركز على وش البنات او العائلات او البنات حتى اللي بترقص. للأسف يعني هي مناظر ما تشرفش البنات اللي بترقص بلبس ضيق جدا، منظرهم شاذ. البنت من دي جسمها ممتلئ وتلبس لبس ملفت للنظر، والواحد بيبقى قاعد خجلان عشانهم ومكسوف من منظرهم. المفروض يبقى فيه حياء واستحياء. يعني الولد اهو قلت له ارقص مع الشباب الصغيرة اللي بسنه، اتكسف وقال لي لا، لو كان احنا بس قرايبنا في نفس المركب واصحابنا كان ماشي، انما الناس الغرب ده انا مرقص وسطيهم. يعني الولد اثبت لي ان عنده حياء عن البنات اللي كانت موجودة، وانا ما حبيتش اركز عليهم. حتى الكاميرا لو كانوا حتى سمحوا لي بالتصوير، انا نفسي ما كنتش عايزة انقل صورتهم لانهم صورة مش مشرفة طبعا. المنظر خدت لهم لقطة كده من بعيد قبل ما تبتدي بقى الرقص والكلام التاني ده، وقبل المركب ما تطلع.
الراجل ده هو اللي كان معقد الدنيا، لما لمحني بصور بقى متغاظ ومتضايق. وانا طبعا كل تركيزي هيبقى مع النيل. بس طبعا لازم الواحد يوريكم منظر المركب من جوه. هتبتدي بقى تتحرك بينا وهتشوفوا بقى منظر الموجة والمية. الموجة بتجري ورا الموجة عايزة تطولها. منظر رائع ومخيف في نفس الوقت، يعني حاجتين في آن واحد. طبعا عبده اللي بياخد بالي، قلت له انا هصورك انت بس يا عبده، لان هم هيمشوا كلامهم علينا بقى، احنا بنصور حاجتنا احنا. عبده يخصني انا بس، اصور عبده مش هصور بقى العائلات. وطبعا مبسوط وبيسألني إن كان هنقدر نطلع صوت الموسيقى. قلت له لأ، تقريبا احنا ممنوعين من الأغاني دي عشان حقوق الطبع والنشر. ولو كنت أتمنى إن المحاذير دي بقى تترفع عننا، خلينا ننقل كل حاجة بطبيعتها، صوت غنى، رقص، عياط، فرح. مفيش أحلى من الطبيعة. مش عارفة ليه بصراحة القيود اللي حطوها علينا دي، لأن الحاجة بطبيعتها بتبقى أجمل. نعيش اللحظة بلحظتها في كل حاجة سامعينها أو شايفينها. الموجة ادي شايفين منظر المية بقى كده، ابتدت المركب تتحرك بينا. وكنت خايفة بقى وانا بصور ان ممكن اي حركة، لو اي طفل صغير يجري جنب مني تلاقي الموبايل وقع مني. ولو وقع بقى في المية هعيط انا عشان عليه حاجات كتيرة مهمة. عبده طبعا سرحان في ملكوت الله، مستمتع بالمنظر جميل. هو فعلا منظر تحفة. يعني الألوان اللي هي ألوان الطيف بقى، كل الألوانات، زوائد المراكب، وفي الباخرة اللي هي الباخرة الكبيرة على الضفة التانية. المنظر جميل. بس أنا كان نفسي بقى، يعني يا ريتني كنت رحت بدري شوية أصور لكم منظر الليل بالنهار، بيبقى تحفة تحفة. هو يعني سواء بالليل أو بالنهار تحفة. وفي تهدئة للأعصاب. اللي عايز يهدئ أعصابه يروح رحلة للنيل. طبعا هنا هيمشي بينا حبة كتير. أنا افتكرته حبة صغيرين ويرجع بينا، لأ، فضل ماشي بينا مطول كده لنص ساعة. استمتعنا بصراحة بالمنظر، والود ودينا ان احنا ما كناش نروح ابدا. بس منظر الباخرة دورين منظرها جميل جدا. كان نفسي اقرب بينا ناحيتها كده عشان اصورها لكم بالتفصيل. شايفين بقى الالوانات التانية دي، منظر تحفة. الوانات، حتة الالوانات في المراكب مدية منظر جميل للنيل مع الاضاءة في الليل. عبده يا عبده اندهله يقول لي نعم. بيتفرج على الشباب، كان في ولدين بيرقصوا وهو بيبص عليهم، انما البنات بيتكسف يبص عليهم، وما بيحبش البنات اللي هي بتتزوق برضه. يقول لا، المفروض الانسان يخلي بطبيعته احلى. وعيب المكياج الزيادة عن اللزوم دوت. ولد متدين من صغره. هي البساطة حلوة في كل حاجة. مش لازم لبسنا يكون يعني مقزز لدرجة ان في ناس بتبص بصة غير محترمة للبنت اللي بتلبس لبس مش محترم، والميك اب الاوفر. ربنا عز وجل قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. يعني
التبرج الزيادة عن اللزوم ده بنتشبه بأهل الجاهلية، مش معناها ان احنا نبقى حلوين، لا، ده تشبه بالجاهلية. يا ريت الناس كلها تفهم كده. حتى لو عايزة تحط ميك اب يبقى حاجة خفيفة مش ملفتة للنظر لدرجة الاشمئزاز. طبعا المركب ماشية، المية بقى منظرها مخيف. ببص بقى اروح بصل فوق على طول، ايه يا عبدو؟ عبدو طبعا مبسوط، بقول له انت مبسوط؟ قال لي مبسوط جدا، مستمتع. كان متيس مش عايز يتكلم، قال لي انا جاي عشان اتفرج واستمتع بالفرجة، انما مش عايز ارقص. قوم ارقص، يقول لي لا مش عايز ارقص. انا حبيت ان هو يفك شوية، ولو كان مكسوف قلنا نشجعه، ان هو لسه سنه صغير ومن حقه ينطلق شوية، والانطلاق بتاعه يعني في حدود الحلال مش الحرام يعني. هو ربنا يحفظه، عاقل محترم، وعشان كده خدته معايا، قلت يجي هو بقى يبقى معايا في الرحلة الجميلة ديت. بس حقيقي من غير بقيت أفراد الأسرة ملهاش طعم جامد يعني احنا انبسطنا بنسبة يقولوا 50%، كان ناقص 50% التانية بوجود الأسرة كلها معانا. بنحس بفرحة، بنحس بطعم كل حاجة، عزوة، على الأقل بنبقى عزوة مع بعضينا كده. بس النوبة الجاية إن شاء الله، لأن أنا كنت نازلة على أساس إن هعمل شغل وتيست أنا كمان، ما قدرتش إن أنا أتكلم في الشغل بتاعي. كل اللي كان علينا إن إحنا عمالين نستمتع بالمناظر الخلابة الجميلة اللي ربنا وهبها لنا هدية من عنده. مصر هبة النيل ولا النيل هبة مصر؟ تختاروا ايه؟ بتهيألي ان الاتنين هبة لبعض. كنا زمان بنقراها كده في مادة الجغرافيا، مصر هبة النيل ولا النيل هبة مصر؟ انا عن رأيي الاتنين هبة لبعض. بيجيلنا الناس من كل دول العالم يستمتعوا بمنظر النيل ويستمتعوا بالآثار والحضارة المصرية العريقة. عندنا في القاهرة وفي الأقصر وفي أسوان وفي الجيزة، دهشور، أماكن كتير عندنا ممتلئة بالآثار العريقة اللي المفروض نحافظ عليها، مش زي الناس التانية اللي بتسرق على قد ما بتقدر وبتهرب برا ويبيعوا تاريخ بلدهم بثمن بخس. لا يقدر تاريخنا بمال أبدا. بمنظر اهو بجيبلكوا لقطة على غفلة كده يعني في الخباثة كده، مش راضية أركز طبعا على الوشوش عشان محدش يتضايق، بجيب لمحة خفيفة واروح مركزة تاني ناحية النيل، عشان طبعا دي حرية شخصية. اللي عايز يطلع أهلا وسهلا، اللي مش عايز يطلع براحته، عشان كل حاجة بالاستئذان وبالتفاهم أحسن. عبده طبعا عايز يطلع، ما عندوش مانع يطلع، عشان كده كنت مركزة معاه في التصوير. بس ايه رأيكم في عبده؟ مش ينفع نجم سينمائي؟ ابتدى برضه يتجرأ وبقى يتكلم ويقول المقدمة وبقى يقول أهلا وسهلا و ازيكم عاملين ايه. خلاص هيبتدي بقى ايه ياخد طبع اليوتيوبر ان شاء الله، يبقى ممثل ويوتيوبر مشهور، هيتدرب من صغره اهو، على بال ما يشد حلو شوية هيبقى يوتيوبر ممتاز. واتمنى بقى ان الكل يشجعه بعد كده. مازال مستمر بينا، مازال المناظر النيل الخلابة. كان نفسي اسمعكم صوت الميوزك والاغاني، بس للاسف المحاذير بقى اللي يعني محطوطة لينا مش هنقدر نخالفها. بس المناظر عن نفسها بتتحدث وبتتكلم. النيل مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، كفاية بس ان احنا
نبصله بعينينا ونحس بالجمال كله والمتعة كلها في وجود النيل. طبعا احنا مش هينتهي يومنا بمجرد نزولنا من المركب، احنا هنطلع نرتاح شوية بعد ما بنطلع السلالم المتعبة دي، وبعد كده هنتمشى في شوارع المنيل وهنركب وهنوصل عندنا عند المحكمة الدستورية. انا وعدت ناكل جيلاتي بعد ما نخلص، نختم بقى بعد ما كلنا وشربنا حمص الشمس يعني اديها بقى جيلاتي، بس ما عجبنيش بصراحة، سكره دلع مش مظبوط، واللي قدم لنا الجيلاتي قدمه بطريقة يعني تسد النفس يعني. فعلا التقديم ده ذوقه بيختلف من بني آدم لبني آدم. زي الست برضو في بيتها لما بيكون عندها ذوق وعندها نفس في الأكل، كذلك طلع في الآيس كريم نفس الشيء يعني للأسف، لأن هو بيجي حد مخصوص بيعمل المحل ده الآيس كريم، الكمية تخلص يجي يعمل لهم تاني، بس للأسف إنه ما عجبنيش أبدا. بس أنا قلت لازم أكل عبده عشان أنا وعدته، وأنا عودتهم إن لما بوعد بشيء لازم أنفذه. مبسوط طبعا، عبده عمال يضحك ومنشكح على الآخر، بقول له مبسوط يقول لي مبسوط. بس طبعا كان نفسه الباقي يكون معانا إن شاء الله المرة الجاية، بقية الفريق إخواته عنده ما شاء الله 3 غيره عساسين كده أشقية وطيبين في وقت واحد، ازاي معرفش يعني، بس شقاوتهم أنا بحبهم في كل حالاتهم يعني، ما اقدرش استغنى عنهم ولا عن شقاوتهم، وساعات استفزهم عشان اسمع صوت الشقاوة دي. ان انا لما بحضنهم واضمهم لصدري انا بحس ان انا اللي باخد الحنية، مش بديهم الحنية وبس، لا انا باخد منهم الحنية وبحس بحبهم الصافي النقي، لان هم اطفال لسه ما طلعوش للدنيا وعرفوا يعني ايه وحاشة او حقد او حسد او غيرة. هم اطفال في منتهى النقاء. طبعا عبده مبسوط قوي وبيبص بقى يشاور على المية، قلت له حاسب اوعى تمد ايدك لتحت لحسن تقع، خد بالك عشان هو امانة معايا لازم احافظ عليه. قاعد مبسوط بقى وفرحان بالمناظر الجميلة اللي بيشوفها حواليه طول الرحلة. كل شيء يبقى واضح ليكوا اهو، البواخر والمراكب الصغيرة. كان نفسي الاقي حد من الناس اللي هي بتصطاد، بس ما كانش في حد في الوقت ده. شفناهم واحنا راجعين بقى في المنيل، شارع المنيل، الناس قاعدة بتصطاد بس كل واحد بالصنارة بتاعته، منظرهم كان رائع. كان نفسي اصور بس خفت لحسن ما يرضوش. قعدة جميلة، كل واحد جايب الكرسي والصنارة بتاعته ومعاه الشنطة اللي هيحط فيها بقى السمك اللي هيصطادوا بالليل. والهوا طبعا جميل، كانت حوالي الساعة 1 بالليل. الوقت جري بينا جدا، ان احنا اساسا نزلنا الرحلة دي 9:30 بالليل. الوقت جري بينا ومحسناش بالوقت، وكان نفسنا نقعد اكتر ان شاء الله حتى الفجر، بس طبعا اللي في البيت هيبقوا قلقانين علينا، اضطرينا ان احنا نروح. طبعا عبده بيسألني بقى على حاجات كتيرة، وخلاص احنا كده اعتبر الرحلة انتهت، الناس هتبتدي تنزل. الاحظ بقى هيبقى في زحام شديد دلوقتي، بس انا محبتش انزل معاهم عشان محدش يوقعني. احب انزل في الروقان،
بس عمال يعمل لكم باي باي بقى، وخلاص الرحلة انتهت، رحلة سعيدة. الناس يا الناس، بصي منظر الناس. وبكده انتهت رحلتنا، الرحلة النيلية المرة الثانية. الحمد لله انبسطنا شوية، بس يعني كنت أحب إن يكون بقية العيلة معانا، بس احنا النهاردة كنا خارجين خروجة يعني 2 بس، أنا وعبده حبيب قلبي، ده حفيد أختي وصديقي الصغير. قول لهم كلمة بقى يا عبده. قول لهم إيه؟ مع السلامة. والله انا مش هغلط. هو بص قال لي عادي اقف، وانا قلت لك يلا. ما ده راكب خارج برضه لا يا شيخ والله جوه. مش ملاحظ ان في حاجات كتيره كده انت بتقف هنا الناحيه دي انت. قلت لهم مع السلامه. مع السلامه، خلصت الرحله بتاعتنا، ان شاء الله الى اللقاء في الرحله الثانيه. الى اللقاء. عند مسكننا لسه ناكل بقى الجيلاتي من محل العصير. طبعا طلع عبده جاب لنا الجيلاتي بس ما عجبنيش طبعا، اضطريت اكله مجامله بس. مفيش حد قاعد، يعتبر ان احنا الناس هو كلها الناس راحت فين يا جماعه؟ الساعه 1 بالليل بس، يعني راحوا فين؟ كان الاول يبقى المكان ده كله ازدحام شديد، بس الظاهر في اليوم ده الناس كلها كانت عايزه تنام بدري، تعبانين وعايزين يناموا بدري، احنا الوحيد اللي سهرانين. انا هنا في انتظار عبده يجيب لي الجيلاتي. والدته طبعا كانت منتظرانا في البيت وقلقانه مش عايزه تنام الا لما نرجع، والحمد لله رجعنا بالسلامه. بس طالما في منطقتنا خلاص بقى نقعد وناكل الجيلاتي براحتنا. عمالة اندهله طبعا، يلا يا عبده. نزل عبده اهو حبيبي، كبر وبقى راجل اهو ما شاء الله عليه. طبعا هو اختار كوباية صغيرة، دايما عنده قناعة في كل حاجة، وجاب لك كوباية كبيرة. بس طبعا اهم حاجة الطعم، ما عجبنيش الطعم بصراحة. بياكل ايس كريم بالشوكولاتة، بس انا نوبادي انا بحبه برضو بالشوكولاتة خالص، بس نوبادي قلت اجرب الفانيليا مع الشوكولاتة بس ما عجبتنيش. اول مرة المحل يعمل ايس كريم مش لطيف كده. عبده طبعا قنوع، اي حاجة يقول لي حلوة، اي حاجة يقول لي جميلة، بس المفروض الواحد يعبر عن رأيه وما يتكسفش عشان الغلط ما يتكررش مرة تانية. بيقول لي جميل بس ساقع أوي متجمد أوي، قلت له عشان ما يسقعش الدنيا حر. وبألف أنا والشفا يا عبده، وأنا بقى هبتدي أدوق أهو، وهتأكد بعديها إن الطعم مش عاجبني. يعني المفروض كل حاجة تبقى مظبوطة، حتى الآيس كريم مش عايز يتحرك يطلع المعلقة.